هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي ذاتي أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مسهل للبرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 10 من يوليو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، وضمن برنامج متابعات يقدم لكم الزميل أحمد الشريف حلقة جديدة ويجري فيها لقاء مع السيدة جوهرة محمد حول مبادرة الأمهات الإريتريات. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إريتريا تبدي اهتماما خاصا بالوضع في السودان. الحرية والتغيير تعيد برمجة الاحتجاجات في الخرطوم. البرازيل تفوز بكأس أمريكا ومصر تغادر البطولة الأفريقية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. التقى يماني جبراب في الخرطوم برئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه حمدان دقلو حميدتي. وقالت وسائل الإعلام السودانية بأن الزيارة جاءت على خلفية زيارة رئيس المجلس العسكري السوداني إلى أسمرة والاتفاق على فتح الحدود وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. الجدير بالذكر بأن إريتريا لم تصدر أي بيان ترحيبي بتوصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق الأسبوع الماضي بغرض تكوين حكومة مدنية انتقالية. وكانت كل من إثيوبيا وجيبوتي قد رحبت بتوصل الطرفين إلى اتفاق ينهي الأزمة في البلاد. وقال مراقبون دبلوماسيون بأن إريتريا حددت خياراتها في دعم المجلس العسكري خلال الأزمة السودانية الراهنة، وأنها تبدي مخاوفا كبيرة من التحول الديمقراطي في السودان في ظل وجود حكومات منتخبة في كل من إثيوبيا وجيبوتي وصومال. ألغى غادة الحرية والتغيير مساء السبت الماضي الدعوة إلى عصيان مدني كان مقررا له في 14 من يوليو الجاري، وذلك غداة التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري يتناول الخطوط الكبرى للعملية الانتقالية. ونشر تحالف الحرية والتغيير برنامجا جديدا للتحركات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة إلى العصيان المدني والإضراب اللذين كان قد دعا إليهما في كل أنحاء السودان في 14 من يوليو الجاري. وأكد القيادي في تحالف الحرية والتغيير أحمد ربيع إلى إلغاء الدعوة إلى عصيان المدني بهدف إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق. وقال قيادي آخر وهو خالد عمر أن العصيان والإضراب كان الهدف منهما تسلم السلطة المدنية، ويفترض أن هذا الهدف قد تحقق بالوصول إلى الاتفاق. وكانت الحرية والتغيير قد نظمت في 9 و11 من يونيو عصيانا مدنيا تسبب في حالة شلل تام في العاصمة الخرطوم. توج المنتخب البرازيلي بلقب كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم للمرة 9 في تاريخه عبر نسخة 2019 التي استضافها على أرضية ملعبه بعد تقلبه على منتخب بيرو 3-1 يوم الأحد الماضي في المباراة النهائية على ملعب ماراكانا العريق في ريو دي جانيرو. وكانت البرازيل قد سحقت البيرو بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات. وهذا اللقب هو اللقب التاسع للبرازيل في البطولة القارية والأول منذ ظفرها بلقب 2007 في فنزويلا. من ناحية أخرى سببت خسارة منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء أمام جنوب أفريقيا حالة إحباط في أوساط الجماهير المصرية، حيث كانت تتوقع فوز منتخب بلادها بالبطولة خاصة وأنها تجرى على أرضها. وحققت الجزائر فوزا كبيرا على غينيا. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إريتريا تبدي اهتماما خاصا بالوضع في السودان. الحرية والتغيير تعيد برمجة الاحتجاجات في الخرطوم. البرازيل تفوز بكأس أمريكا ومصر تغادر البطولة الأفريقية. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا.
متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرينا الدولية في باريس نلتقيكم في حلقة من برنامج متابعات. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين نلتقي بالأخت العزيزة جوهرة محمد من ألمانيا والمقيمة في ميونخ تحديدا. أخت جوهرة، مرحبا بك في إذاعة إرينا الدولية من باريس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، نسعد بك في هذا اللقاء. أخت جوهرة، كده عرف المستمع من هي جوهرة، مولودة وين وتقيم، يعني التحقت، أنت مناضلة كمان، التحقت بالميدان 200 والظروف اللي التحقت بها. أولا شكرا على المقابلة هذه ودعوتكم، وأشكركم كثير على أنا وعليك أنت أخوي شريف. بارك الله فيك. أنا جوهرة محمد، مواليد أسمرة سنة 60. وأنا التحقت بالجبهة في سنة 75، وأنا في العمر مبكر في 14، ما كملت دون 15. يعني أسباب كثيرة أنا خلتني ألتحق بالثورة. طيب يعني الأسباب شنو أختنا جوهرة؟ ممكن تشرحي لنا يعني بعض الأسباب، لأنه في عمر 14 سنة وفي الوقت ذاك يمكن في هذا العمر يعني كثيرا من المقاتلين يعني واحدين ما كان يقبلوهم، على الرغم إنه في واحدين كان يقبلوهم كمان. أسباب كثيرة. يعني أنا بصغري كنت أعرف مأساة اللي حصلت في بورانا ودواحينا، واللي كانت تحصل في شعب وفي إرافاليه في كل مكان. يعني اللي كان يحزن أهلنا كانت بتحجر تجي لأسمرة ويحكوا عن الوطن، إيش اللي يحصل، كيف بيقتلوا الجيش الإثيوبي والثاني في دواحينا. فأنا كنت يعني بصغري احتكاكي كثير بقضية الوطن، وكنت أتابع يعني ممكن ربما ما يكون كان عندي عمري 8-9 سنة الأشياء هذه وأنا أسمعها وألاحقها وأروح وراها. فبعدين أنا حاولت كمان أشتغل وأشوف، أتعرف بالمناضلين. وبعدين من أسمرة تزوجت، رحت على مسوع وأنا صغيرة. من دبلهم كانوا فدايين، ناس برقي في الدواحي، في هناك في جوة الحارة بيوزعوا مناشير وكل الناس تعرفهم، يعني وأولاد شجاع وحاجات. يعني كنت أنا طيب معهم. نعم، يعني الواحد فعلا حقيقة قبل ما يلتحق هو أكيد يكون عنده علاقة بالحركة والفدائيين الموجودين في الداخل. طيب أخت جوهرة، من وين طلعتي بالضبط؟ من مسوع ولا من أسمرة؟ أنا طلعت من أسمرة، من أسمرة طلعت مع الحروبات. أنا طلعت على أسمرة، كنت أسمرة عند أهلي، عند أبوي وأمي. ومن أسمرة طلعت، وكل مرة كنا نخرج نعم. ونشوف، حتى أنا حق وكو زاجر اللي كانت حصلت، يعني مع الشباب اللي خرج، مع الشباب اللي طلعنا شفنا الجبهة الثانية. يعني أدخل وأخرج كنت. وفعلا أسمرة الوقت ذاك، أسمرة تحديدا سنة 75 كانت طبعا الأحداث فيها كانت ساخنة. طيب أخت جوهرة، مين تتذكري من المقاتلين اللي جيتيهم ساعتها في الميدان أول ما التحقتي؟ أول ما التحقت كان برأس هناك كان حروي تلابايرو ومجموعة منهم، وحديش ولا قرقيس برضو صاحب زوجي. كل الفدايين اللي كانت في الدواحي كلها كنت أعرفها.
وزوجك كان مناضل مقاتل عفوا؟ لا، ما مقاتل، ما مقاتل. جميل. طيب أخت جوهرة، يعني من التحاقك سنة 75 استمريتي في الميدان لحد دخول الجبهة مثلا؟ أيوة، أنا في عندي أنا لما التحقت بسنة 75 كنت حامل. امم حامل. فخرجت الميدان، ولما وصلت مرحلة الولادة رجعت على أسمرة وولدت البنت انتصار فعلا. ورجعت على الميدان بعد ما عمرها شهرين بنتي، سبتها على أمي وطلعت الميدان ثاني. يعني سبت بنتك مع والدتك ومشيت الميدان ثاني؟ بنتين سبت مع أمي. يعني جبت تيمان يعني؟ لا، هي هدى هذه في عمري 13 سنة ولدتها الكبيرة. أيوة. أيوة. وبعدين ما كنت عارف، يعني طفلة قوية، يعني إني حاملة طفل نعم ثاني، ما نعم، كنت أعرف. هو حب الوطن طبعا. طيب وبعد ذلك بعدينك بعد أحداث 81 وتوجهتي فين يعني؟ بعد 81 أنا مع كنت في السودان، وكنت في هداي وكركوم، يعني في ساحة الميدان. بعدين خرجت على السودان. آخر حاجة خرجت على السودان عشان أودي بناتي لأبوهم. أبوهم كان في ألمانيا. يعني زوجي طيب كان في ألمانيا. فجيت على ألمانيا عشان أرجع للميدان. عشان أرجع للميدان جبت بناتي. بعدين لما دخلت ألمانيا قالوا لي القتال كملت، وبعد كده حيكون صعوبة، لازم تقعدي في ألمانيا. فعشان كده أنا قعدت في ألمانيا. أنا ما كنت قررت أقعد في ألمانيا، كنت عايزة أنا أواصل نضالي. والنضال استمر طبعا سواء كان في الميدان أو غيره. طيب حصل دخلتي معارك؟ تتذكري معارك أخت جوهرة؟ إخواني اللي كانوا هنا والمكتب اللي كان هنا درزبير تولدي، وإخواني اللي كانوا هنا في مكتب الجبهة في ألمانيا قالوا لي لا، لازم تستقري هنا وتواصلي هنا، وواصلت لما الآن ولحد الآن. طيب أخت جوهرة، تتذكري معارك دخلتي معارك وأنت في الميدان؟ معارك ده كله معارك مرب لما كنت صغيرة، معارك الآن نحن من دنكاليا للسودان كراكون، كله معارك. يعني أغلبية معارك غير في دواحي مندفرة اللي كانت سنة آخر 77 في براخ وحاجات طلع فيها كبير. أنا كنت في بركيد، يعني يقولوا له في لواء 61. نعم. لا، لواء 61 بقيادة والدة داوود تمسكن. وكنت في بطلوني الفيلق أعتقد. أيوة. طيب وكنت مدربة مش كده؟ كنت مدربة في الميدان في الجيش. أيوة. في جيش التحرير. هذه إذاعة إرنا. طيب تذكري مواقف معينة أخت جوهرة، مواقف معينة كان مرت بيكم وأنت في الميدان، سواء كان أنت مدربة ومن الناس اللي كنت تدربيهم، ودربت الرجال أكيد، رجال ومغاتل. دربت نساء. نساء فقط. أيوة، دربت النساء. طيب بالله كيف كان موقف آخر 77 لما انكثرت النساء في التحاق بالجبهة. نعم. في المرتفعات في دواحي مندفرة، وهنا هم عملوا مخصوص دورات للنساء، وكذا كنت أنا أدرب للمقاتلات. طيب وفي ألمانيا من 81 حتى اليوم أنت بتنشطي في صفوف ومبادئ جبهة التحرير الإريترية، صحيح؟ جدا جدا. طيب أخت جوهرة، زرتي إريتريا؟ لا زرت إريتريا ولا حأزورها قبل التحرير. ليه مثلا؟ نحن فين أزور؟ أنا عندي مبادئ، وأنا مقاتلة. طلعت
مش طلعت للتحرير أسلمها للناس ما تستاهلها. أنا طلعت عشان إنقاذ الشعب والوطن زي ما أنا قلت فيه دلوقتي. إريتريا تحررت الأراضي بس الشخص ما أتحرر، الشعب ما أتحرر، ناس ما هجرت، ناس ما رجعت من الملجأ، ناس ما رجعت من أماكن. ونحن المنادلين كمان فين حق الشعب؟ فين تحررت إريتريا؟ تحررت لإساياس بس إريتريا. كان عندكم هذا التخوف من زمان يا أخت جوهرة وأنتم في الجبهة مثلا، يعني إنه الفصيل بتاعت إسياس وجماعته إنه ممكن يكون عندهم شيء غير وطني وكذا، كان عندكم هذا التخوف؟ كان عندنا تخوف ما من زمان. هم كانوا يقولوا إساياس هو ما وطني، إساياس عميل، إساياس كذا كانوا يقولوا. لكن مع الزمن ما أدري تلاشت الأشياء هذه. بس الوحدة هذه كيف يعني؟ كانوا ناس وطنيين في جوا يقولوا كيف تكون وحدتنا هذه وهم ما معترفين بينا، وهم كل مرة سبب الحرب الأهلية وسبب كل كذا. كانت المتخوف كثيرة، لكن في القيادة ربما كانت تلاشي وضعف. كل شيء كانوا يقولوا باسم وحدة نحن خسرنا أشياء كثيرة. طيب أنت قلت لي كمان في الحديث قبل التسجيل، قلت أنت حضرتي مؤتمر الخرطوم صح؟ أي نعم. طيب تحكي لنا كده يعني حيثيات أو ذكرياتك، يعني عفوا ذكرياتك عن مؤتمر الخرطوم والحديث الذي جار بين إسياس والزعيم الوطني عثمان سبة رحمة الله عليه. أيوة، أنا حضوري مؤتمر خرطوم ما كان رسمي. أنا دخلت للعلاج لكسلة، وبناتي يمنيات أمهم بليناوية كانوا هم أعداء أصحاب أمن ملكي، وحضروا المؤتمر وشالوني أنا معهم. شالوني معهم وشفت أنا المشهد هناك والنقاش اللي كانت يعني فعلا أنا عمري صغيرة في العمر هذا كمان سنة 77 كمان. فلما نتكلم سبة لما كان يحضن الجماعة ويقول لهم نحن قريب، نحن لازم وحدتنا، إساياس قال له ما بعترف بك إنك إريتري. نعم. والكلمة هذه أنا منقوشة في قلبي. وسبة قال له معلش أنا لما أدخل إريتريا حأعطيك الجنسية. فكلام جميل كان هذا. يعني مشاهدة يعني بين إسياس وسبة الله يرحمه. فأول شيء إسياس اللي قال له أنا ما أعترف بك كأنك إريتري، يعني ولا أعترف بك إنك إريتري، قال له حرف بحرف. وسبة رد عليه أنا لما ندخل إريتريا حأعطيك جنسية. بعديها رد إسياس؟ ما رد. نعم. طيب أخت جوهرة، يعني وطبعا شفناك أنت ناشطة الآن في حملة دور يعني مبادرة المرأة الإريترية في سواء كان دعم كفاية أو يعني لإسقاط النظام وتعريته وفضح جرائمه على الشعب. أخت جوهرة، وقدمت كلمة قبل أيام على صفحتك، يا ريت تدينا يعني قلت شنو في كلمتك للشعب والأمهات. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أنا قلت للشعب والأمهات نحن ما حملة كفاية الآن. كفاية لينا نحن، كفاية للمعارضة. نحن شبابنا قال كفاية، وفي كل مكان قاعد تطلع لجنة من هنا لجنة هناك لجنة هناك. فالآن دلوقتي أنا قلت الآن توحيد الصفوف. ونحن كنساء كهبة النساء، المبادرة النساء هذه هي ولا منظمة ولا أي حاجة. هذه هي بس كده مع الوضع. بعد ما شفنا إساياس أي كسرنا، بعد ما قال إساياس ما خسرنا. نعم. نحن كمان حماس الأم أجتنا، ونحن كيف نطلع على
الوضع الإريتري بطريقة هذه. فلازم نحن كأمهات لازم نوحد الصفوف، ولازم نعمل حاجة يعني كده. مبادرة النساء هي شهر 3 هذا 2019 عملنا مؤتمر في سيمينار في فرانكفورت، وكان ناس كثير تقريبا 400 شخص، وناقشنا وضع البلد، وقلنا لازم المرحلة الثانية كل التنظيم والمجلس الوطني والشباب والمجتمع المدني وكل هذا لازم يكون له مربط، ولازم يكون لنا نحن في أوروبا ممثل شرعي من يمثلنا لما تحصل أي حاجة، حوادث، الشباب لما يكون له حاجة، والنساء وكل حاجة، ولا أي حاجة ما عندنا نحن هنا ممثل شرعي في أوروبا. ثم ثانية في حقوق الإنسان ونضالنا كمان معارضين، ما فيش حد يتكلم علينا في العالم، ولا حد يتكلم علينا في جنيف، ولا يتكلم علينا. فقلنا نحن نبدأ ألمانيا نوحد الصفوف، نعمل لجنة قوية ومكونة من كل الكيانات الإريتري، وبعدين ممكن نروح عالمي. طيب المشاكل اللي واجهتكم شنو من قبل النظام؟ السفارة يعني الأول القنصلية الموجودة في ألمانيا وأوروبا بشكل عام، أكيد يعني طبعا المؤامرات موجودة. يعني المؤامرات موجودة، مؤامرات حكومة سياسية لها وجه الواحد يشوفها ويقدر يعارض ويقدر يعني يكون حريص منها. لكن في كمان تحديات كبيرة. النساء هذول مش هم نزيهين، بيشتغلوا للتنازين، بيسووا للتنازين ويقولوا للتنازين. يعني أذناب السياسة اللي كانوا في الوطن شغالين معهم دلوقتي كمان ما مخلينا على حالنا نحن نشتغل. لسه التحديات كثيرة، حتى هبة النساء هذه تواجه أشياء كثيرة، ما تقدر تواصل في العمل، بس حتواصل في العمل. لكن في وحدين يقولوا أخذ جوهرة إنه دلوقتي حتى الناس اللي أجوا ويقولوا النظام بتاع السياسة يعني بالذات في المرأة والشباب وكده، يعني اللي كانوا يأيدوه دلوقتي رجعوا يعني يعارضوه كثير. يعني فكثير من المؤيدين لهم يعني الآن بدت الصورة واضحة بالنسبة لهم. رأيك شنو في المسائل دي؟ أيوة، لا ما في اختلاف، هذا يعني شيء كثير. نحن معانا هنا في مدينتنا، نحن ما كنا نقدر نفتح فمنا ونتكلم على المعارضة. فالآن لكن منهم معانا في كل ما نشتغل، في كل ما نعارض، في كل مظاهرات وكل حاجة خارجين. هذول هم شباب قام، وشباب بريء، وشباب حب الوطن، شباب وعي دلوقتي ايش اللي كانت تحصل عليه في البلد، وقال لي رفع كلمته. لكن المشكلة هو مين على الشباب هذا، مين يربطه. أنا في كلامي الأول قلت المقشاشة هذه هنا حقتها، العزف حقتها، الواحد لو ما لماه وربطه ما حيقش البيت. صحيح. فعشان كده نحن عايزين من يلم الشباب هذا، من يوحد الشباب هذا، من يتكلم باسم الشباب هذا، منه من التنازيم السياسية ومن المجتمع المدني. يعني كل الواحد يتوحد ويدعم الشباب هذا، على أساس الشباب هذا ما عنده خلفيات مع المعارضات، مع أي حاجة، ففكرته عن المعارضة شوية بعيدة. فالتنازيم اللي كانت، التنازيم العجوزة، التنازيم اللي ما اشتغلت، التنازيم ما عايزين نحن لوحدنا، نحن زي كده. ففي حد يشتغل في المجال هذا عشان الشباب ما يوحد صفوفه
ويشتغل مع بعض مع التنازيل، ما يكون نفسه ولا يسوي حاجة. هذه تحديات كبيرة. نعم أخت جوهرة، يعني أنت هسه كمناضلة من سنة 75 أنت في العمل الوطني والنضالي، كيف بتشوفي مستقبل إريتريا في ظل الظروف الموجودة الآن، الواقع بتاعت المعارضة اللي حكيتيه وتحركات المرأة والشباب والحوجة لمن يلم ويقود المسيرة؟ يعني لو قلنا ليكي، يعني هل أنت متفائلة إنه هذا الشعب إن شاء الله حيشوف قريب؟ ورأيك في النظام الموجود في أسمرة، يعني التفاؤل والتشاؤم عندك كيف مثلا؟ بمعنى توقعاتك شنو؟ أنا متفائلة. فعشان كده أنا بشتغل، والثقة تجي منك أنت بتشتغل إيش، بتسوي إيش، وتنظيمك إيش. يعني في تحديات، في مشاكل، يعني مشاكل السلطة هي اللي في برا، والنظام ما عايز يتخلى عن السلطة، والناس اللي كانت معاه، اللي كانوا بيشتغلوا معاه، اللي كانوا عايشين معاه، يعني اللي كانوا في رأس السلطة، لسه ما عايزين يتخلوا عن السلطة، ما عايزين يعني. وبعدين مستفيدين طبعا. يتخلوا عن السلطة مش مشكلة، مستفيدين هم يعني. هم مستفيدين. ايوه، هم بدل كمان يوحدوا الصفوف ويشوفوا بختهم ويعتذروا للشعب الاريتري، لسه هم في الساحه، قروشهم كثيره وناسهم بتشتغل، يعني في كل مكان. هم يعني تحديات كثيره على المعارضه، نفس اعداء النظام اللي كانوا قبل كده، وفي الرئاسه، في رئاسه الحكومة. نعم. فلكن هذا كمان حنفوت إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك الأخت العزيزة جوهرة محمد، حدثتينا من ألمانيا ومن مدينة ميونخ تحديدا. نحن في إذاعة إرنا من خلالك بنحيي المرأة الإريترية في ألمانيا وفي أوروبا عموما وداخل إريتريا وخارجها على هذه النفرة الوطنية الكبيرة اللي بتقوم بها في المبادرة النسائية أو مبادرة المرأة الإريتريوية، ما جديدة عليها باعتبارها أنه مناضلة، وإنتي من سنة 75 ولا زلت حتى اليوم. إن شاء الله نتمنى أنه نشوف النور قريب وإريتريا تتحرر فعلا. أنا أشكرك باسم كل المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله في مناسبات قادمة حنلتقي بيكي مع أجمل وأحلى الأمنيات. هكذا أعزائي المستمعين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج متابعات. في الختام تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف، مقرونة بتحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. تحياتنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وفيما يلي أعيد إليكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إريتريا تبدي اهتماما خاصا بالوضع في السودان. التقى يماني جبراب في الخرطوم برئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه حمدان دقلو حميدتي. وقالت وسائل الإعلام السودانية بأن الزيارة جاءت على خلفية زيارة رئيس المجلس العسكري إلى أسمرة والاتفاق على فتح الحدود وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. الحرية والتغيير تعيد برمجة الاحتجاجات في الخرطوم. ألغى قادة الحرية والتغيير في السودان يوم السبت الدعوة إلى العصيان المدني كان مقررا له في 14 من يوليو، وذلك غداة التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري يتناول الخطوط الكبرى للعملية الانتقالية. وأخيرا البرازيل تفوز بكأس أمريكا ومصر تغادر البطولة الأفريقية. توج المنتخب البرازيلي بلقب كأس أمريكا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه عبر نسخة 2019 التي استضافها على أرضه بعد تقلبه على منتخب بيرو 3-1 في المباراة النهائية على ملعب استاد ماراكان العريق في ريو دي جانيرو. وسببت خسارة مصر بهدف مقابل لا شيء لجنوب أفريقيا حالة إحباط في أوساط الجماهير المصرية، حيث كانت تتوقع فوز منتخب بلادها بالبطولة، خاصة وأنها تجرى على أرضها، بينما حققت الجزائر فوزا كبيرا على غينيا.
كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل نهاية فقرات برنامجنا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعاتي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم مني فتحي عثمان ومن زميلي أحمد الشريف ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.